بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أهلا بكم أحباء قناة ترانيم جوهرة السماء. اليوم الثاني من الشهر الصغير، نسأل مبارك أعاده الرب علينا وعليكم ونحن مغفور الخطايا والزلات من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخوتي آمين. في مثل هذا اليوم تنيح القديس تيتوس الرسول. ولد هذا القديس في جزيرة كريت، وهو ابن أخت واليها. تعلم اللغة اليونانية وآدابها، وكان وديعا شفوقا كثير الرحمة. ولما انتشرت أخبار ربنا يسوع المسيح في بلاد فلسطين، اهتم والي كريت بتلك الأخبار، فأرسل تيتوس إلى فلسطين ليأتيه بالحقيقة. وهناك رأى الرب يسوع والآيات التي يفعلها، وسمع التعليم السامية التي يقولها. اختاره الرب يسوع ضمن 70، وبعد الصعود نال نعمة الروح القدس مع التلاميذ. وقد صحب القديس بولس الرسول في رحلاته التبشيرية، وأخيرا أقامه أسقفا على كريت، فبشر أهلها بالسيد المسيح، فآمن كثيرون على يديه، وبنى فيها كنيسة رسم فيها قصوصا وشمامسة. وقد أرسل له الرسول بولس رسالة باسمه يوصي فيها قائلا: من أجل هذا تركتك في كريت لكي تكمل ترتيب الأمور الناقصة، وتقيم في كل مدينة قصوصا كما أوصيتك. ثم ذكر له شروط إقامة القصوص، كما أوصاه أن يتكلم بالتعليم الصحيح للشعب. وبعد أن خدم خدمة أمينة أكمل سيرته الرسولية وتنيح بسلام. بركة صلواته فلتكن معنا، ولربنا المجد دائما أبديا آمين. سلام المسيح يكون معكم.